لحد دلوقتي في ناس كتير ما زالت عندها مشكلة في ان الكفر بتاع البوفتيك بيفك. طب ليه؟ طالما احنا عارفين ان الطريقة بتبقى سهلة، طب ايه المشكلة بقى؟ ليه السبب بيفك مننا ايه؟ تعالوا نشوف هنعمله ازاي سوا ونحضره وبكفر ثابت وطعمه لذيذ جدا. اول حاجة مكوناتنا ايه؟ جبت بولة حطيت فيها حبتين من البيض، بعدين بصلة بشرتها كويس جدا وخدت منها كل السوائل. بهاراتك بقى ملح، فلفل اسود، بهارات مشكلة، بهارات لحمة، معلقة كبيرة من النشا. قلبي كله مع بعضه بالشكل ده. تمام. طبعا انت بتظبطي الملح زي ما انت عايزه. بعدين انزلي عليهم بكوبايه من الدقيق، لمي كله مع بعضه لغايه ما يديك القوام ده. انزلي عليهم بحبتين كبار من عصير الليمون واضربي. هو ده القوام اللي انا عايزاه او دي التتبيله. هنجيب الصينيه ونجيب قطع البفتيك بتاعتنا ونتبلها في التتبيله اللي عملناها دي. يا تسيبيها ليله كامله يا تسيبيها على الاقل ساعتين في التلاجة. بعد ما سبتها بالظبط ساعتين في التلاجة جبتها بقسماطك. حطي بقى تتبليه تتبيله بسيطه، اللي هو معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود، واوعي تزودي الملح لان التتبيله احنا اوريدي حاطين فيها ملح. جيبي بقى بكل قوتك يا ست الكل واستعيدي القوه، اضغطي جامد على البفتيك والبقسماط عشان يبقى متماسك بالشكل ده. زيت غزير على نار متوسطه، وابتدي بقى حمري البفتيك واقلبيه شويه بشويه على الاتجاهين. بصوا فظيعه، خدت اللون ولا الكفر فك ولا وقعت مني في الزيت ولا اي شيء. قدمتها هنا مع مكرونه سباكيتي خطيره. بصوا شايفين الكفر متماسك ازاي؟ وحتى هيقع دلوقتي قدامكم، ما فكش ولا اي حاجه. بصوا انا اللي بشيله ازاي. جربي الطريقه دي وما تنسيش تدعيلي. باي باي.